فترة طلعت اتكلمت على مريم وحكيت لكم على الحادثة اللي اتعرضت لها هي واهلها. كانوا 7 افراد، ووالدها وهو سايق العربية توفى ودخل في تريل على الطريق، وكل اهلها توفوا، ما تبقاش غير مريم واختها. ومريم اتعرضت لبتر دراعها، وقلت لكم ان عمامهم حطوا ايدهم على كل حاجه ومنعوهم حتى يدخلوا بيت ابوهم وامهم. ومريم واختها قاعدين حاليا عند جدتها وخالها. الجديد في الموضوع ان مريم طلعت تستغيث، عمامها بيهددوها وبقت خايفه على اختها ان هي تنزلها حتى تروح الدرس، عشان خايفه ان هم يعملوا فيها حاجه، لان هم حاطين ايدهم على البيت وهم نفسهم ان هم يدخلوا بيت ابوهم وامهم، يشموا ريحه امهم، يشموا ريحه ابوهم في البيت، اخواتهم اللي توفوا. يا جماعه ايه الجحود ده؟ عمام ايه بس؟ استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم يعني ان هي طالعه بتستغيث وعامله منشن لوزاره الداخليه، وانا بناشد وزاره الداخليه وبناشد كل مسؤول في الدوله. انا عارفه ان وزاره الداخليه مش ساكته على اي حد بيعمل تصرف غلط. هم مانعينهم ان هم يدخلوا بيت ابوهم وامهم، مانعينهم من ارض ابوهم وامهم باسم ابوهم وامهم، مانعينهم ان هم يقربوا من الارض دي. والجديد فيه تهديد لحياتهم، وهي طالعه بتقول ان لو حصل لها اي حاجه هي او اختها فده هيكون عمامها اللي عملوا فيها كده. اعمامها اللي هم بدل ابوها، اللي هو الناس اللي كانت طالعه رافضه ان الاب يكتب باسم بناته لو عنده بنات وما عندوش ولد حاجه، عشان شرع ربنا. هو شرع ربنا ده الرجاله بيتعاملوا بيه كده، او اشباه الرجاله عشان ما نقولش عليهم رجاله، لحمهم ودمهم، ولاد اخوهم، صلبهم، مانعينهم يخشوا بيت ابوهم. شايفين جحود يا جماعه اكتر من كده؟ عايزين نقف في ظهر مريم، عايزين نجيب حق مريم. انا عارفه ان انتوا مش هتسيبوها، وعارفه ان انتوا هتقفوا في ظهرها عشان مريم بنتنا واختها بنتنا. وانا كمان بضم صوتي لصوت مريم وبقول ان مريم لو حصل لها اي حاجه هي او اختها، فعمامها هم اللي بيعملوا فيها كده، عشان عايزين يحطوا ايدهم على ورث ابوها وعلى ورث امها وعلى حقهم. مش كفايه اللي هم فيه، مش كفايه ان هم فقدوا امهم وفقدوا ابوهم وفقدوا اخواتهم كلهم، لا كمان عايزينهم يعيشوا. يعني لولا ان خالها وجدتها عايشين، هم لا ما عايشينهم معاهم في البيت، كانوا زمانهم عايشين في الشارع. عشان ايه؟ عشان الفلوس. في الاخر كلنا هننزل في حفره وهنقابل ربنا، وكل واحد هيتحاسب قدام ربنا. بقى ربنا لما يسالكم عملتوا كده ليه مع اولاد اخوكم، يقولوا لهم عشان الجشع والطمع، عشان احنا ما نعرفش ربنا. ما بقاش في حد يخاف ربنا خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. جماعه اقفوا جنب مريم، انا متاكده ان انتوا هتقفوا في ظهرها. شير الفيديو وكومنتس كتير، عايزين صوتنا يوصل، ولازم امام مريم دول يتعاقبوا على اللي بيعملوه. وانا متاكده ان وزاره الداخليه تعمل حاجه غلط ما بيسيبوهوش، وانا متاكده ان احنا هنسمع قريب خبر القبض على اعمام مريم، وان هم هيخشوا بيت ابوهم وامهم وهياخدوا حقوقهم باذن الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد يطمع في مال اليتامى.